Coucou mes chéris, مرحبا بكم على chaîne YouTube متاعي. Je voudrais vous dire que je suis très contente. العباد اللي قاعدين يتابعوا فيا، العباد اللي قاعدين يعملوا لي في دي كومنتير، vraiment merci beaucoup. إذا كان أول مرة تتفرجوا في الفيديو متاعي ما تنساوش باش تعملوا انسكريبسيون. نهبط اون ريسيت كل نهار السبت، دونك جيسبر كو باش يعجبوكم لي فيديو. اليوم على شنو باش نحكيو مي شيري؟ اليوم باش نحكيو على اون تارت بوم، مي مش لا تارت بوم اللي نعرفوها احنا، معناها مش لا تارت بوم à la française. On va plutôt faire une tarte aux pommes à l'américaine. Non! Plutôt faire une. Plutôt faire une. Donc كما قلت لكم باش نعملوا une tarte aux pommes à l'américaine. C'est des saveurs جدد على الاخر. انا تعجبني cette recette، فيها بنه مش نورمال. دونك اذا كان vous êtes intéressé allez-y جربوها وقولوا لي شنو رايكم، كان تعجبكم كان ما تعجبكمش ما يسالش تابعوا لي فيديو اللي بعد تشوفوا باش نعمل d'autres recettes. Pour les ingrédients, il va vous falloir 7 à 8 pommes moyennes, 100 g sucre, 30 g nché, une cuillère à café rase cannelle en poudre, un quart de cuillère à café de noix de muscade, une cuillère à soupe de jus de citron, le zeste متاع citron, une pâte à tarte. La pâte à tarte هذيا ماهيش لا بات بريزي، راهو معناتها هي لا بات à tarte متاع لا فاسون هكا على الامريكان. سينو كان ما عندكمش تنجموا تعملوا اون بات فeuilletée، هما يجيو بالزوز، هما يعملوهم بالزوز. و ان بلا بيان سور ا تارت اللي كيفا او فوغ اللي باش نحطوا فيه كل شيء وفوالا. هوني بون ما وريتش في لي زانغريديون، فما عظمه، العظمه هذيا جوست باش نحطوها في الاخر فوق لابات باش كي ندخلوها للفور تحمر بالكدا. تو شنو باش نعملوا لهم لي بوم؟ مازمش نخليهم بالقشره نتاعهم باش معناها ما يقلقونيش من بعد كيف ناكلوا لابات. دونك اول حاجه باش نعملوها باش نحيو القشره نتاع لي بوم، ومن بعد باش نقصوهم ابراج ابراج. بون بيان سور تنجم تقصهم اي دو لا فاسون اللي تحب عليها، معناها تنجم تقصهم اون بتي دي، مي بون موا جو بريفير هكا نقصهم ابراج ابراج. يظهر لي تجي باهيه. ابخي كيما قلت لكم كل واحد معناها يقصها كيما يحب. توا on va mélanger كل شيء مع بعضه في صحفة. دونك نحطوا لي بوم متاعنا، نحطوا فوقهم السكر والمايزينا، ونحطوا فوقهم الكانيل، ونحطوا فوقهم نواد مسكات، نحطوا فوقهم لو سيترون، نحطوا فوقهم مثلا لو جو دو سيترون اي لو زيت. نخلطوا كل شيء مع بعضهم، وبعد نجيو في البلا تارت متاعنا، نحطوا لا بروميير كوش من اللوطه متاع لا بروميير بات، نعبيو فوقها نحبيو في وسطها لو ميلانج دو بوم متاعنا اللي خلطناه، ومن بعد نعاودو نغطيو من الفوق l'autre pâte. Faut faire très attention. Alors voilà, donc يلزم الفور يكون ديجا سخون، يلزم البات تكون باردة باش كيف تحط انتي لو ميلانج البات ما تشربوش، ما تبديش هكا مول معناتها تقعد بنينة. دونك يلزم الفور متاعك يبدا ديجا حاضر، تحط لا بات، دونك لا بات تجبدها من الفريجيدير، تحط الاولانية تصب فوقها لو ميلانج، تحط لا بات الفوقانية. Une fois حطينا la pâte من اللوطة ومن الفوق، donc on va la souder ensemble مثل الزينة معناها هكا باش تبدا منظرها مزيان. دونك لي بوغ الكل نلموهم هكا نلصقوهم ببعضهم، نعملوا زينة اللي نحبوا عليها. كان عندكم بات بزيت نجموا تعملوها كي الظفرة ولا تزينوها كيما تحبوا. ومن بعد يلزمنا نعملوا لي زونتاي اللي في الوسط. لي زونتاي هذوك ماهم جوست زينة، راهو هذوك ما عندهم قيمة. لي زونتاي هذوكم يخليو البخار يخرج باش هي تطيب القدي وما تقعدش معجنة من داخل، باش كل شيء معناتها البخار الكل يخرج وتطيب وتشيح مليح بالقدي. ومن بعد نعملوا العظمة نركضوها مليح أبيض وأصفر يعني مع بعض، مش لازم يكون جوست أصفر. نركضوها مليح ونعملوها بالفوشة، ولكن ما عندكمش فوشة حتى كيما يعملوا بها البقلاوة بالسرة هكا. المهم تعملوا هكا من الفوق، حطوا شوية العظام هذاك باش يعمل لا كولور وقت اللي تطيب. توا نحطوها في الفور، نحطوها في الفور بوندون 30 مينوت. تو بعد لي 30 مينوت نخرجوا الطاق، نغطيو لي بور بالبابي الومنيوم خاطر فيسع باش يتحرقوا. دونك نغطيوهم بالبابي الومنيوم، عملوا كيما عملت انا في الفيديو، خليو بلاصه في الوسط باش يخرج البخار وتكمل هي تطيب الكل. فوالا سي بري. خليوها تبرد موان 3 heures بعد ما تخرجوها من الفوق، ومن بعد تقصوها يا ديكوستي افيك اون غلاس كيما تحب.